السلام السقاريمات ديالي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. اليوم جيتكم فيديو جديده كيف ما تشوفوا قدامكم عندكم على لا صرغينه وما ادراك ما صرغينه. غادي نديروا كميمسات ديال صرغينه على هذا الشكل هذا. عندي هنايا ديجا لي ساشي اللي خاويين تيجيو على هذا الشكل. بغيتو نتوما ديروا اي توب مبرة ساتان اي حاجه بس تقدروا تخيطوهم تيجيو ساهلين، ولا سينو تتجمعوهم هنايا بالبيستولي. دونك انا اليوم غادي نخدم لكم صرغينه، وانا تنخدم جاتني الفكره انني نشرح شنو هي صرغينه، حيت بزاف منكم كيف ما تتعرفوا ما تعرفش شنو هي صرغينه. الفوائد ديال صرغينه هي كثيره، وبعدا بغيت نشكر كاع الناس اللي تيدعموني والناس اللي تيخليو لي دي كومونتير زوينين. تنقول لكم لهلا يخطيكم، وبكم نتوما باش حنايا تنزيدوا، وبكم نتوما باش حنا ديما تنكونوا عند حسن الظن ديالكم. الوغ تنعمروا الخنيشات غير بحال هكا لا مواتي، حيت مازال غادي نحزموهم ولا نعقدوهم بحال هكا. تنجيبوا ان فيل اللي تنحزموا به، دونك تجينا العقده بحال هكا. ايوا لالا الفوائد ديال صرغينه، ولا كيف ما تتعرفوا بزاف منكم تسولوني تيقولوا لي اشنا هي صرغينه ولا تطلق صرغينه، ولا تمين تنمشي ناخذها تلقى النساء تيبقاو يشوفوا فيا وتيقولوا لي عافاك اشنا هي صرغينه ولا تطلق. حيت بزاف اللي ما تعرفوهاش لاش تطلق. والصراحه ان صرغينه في الثقافه المغربيه ديالنا معروفه بزاف د الحوايج، والناس الديوره اللي ما فيهاش سر الغنى كيف ما تيقولوا فاسا هما اللي معروفين بها. الصراحه فاسا معروفين بها بزاف، سورتو الناس ديال صفرو ديال بولمان اكسيتيرا، هما الناس اللي دخلوا هاد الصرغينه. هي كعشبه، هي صراحه ما تجيش هكا ملونه، يعني الناس تيخدموها تيلونوها هكا باش تجي في النظره زوينه، وعاد تسقيوها بالعود القماري باش تعطي واحد الرائحه اللي جميله. صرغينه هي واحد العشبه اللي تتنبت في الارض. الجذور ديالها هما صرغينه، يعني هي تتنبت طبيعيه، يعني ماشي تنزرعوها ولا شي حاجه تتنض هكا في الخلا بهذا المفهوم هذا. والناس تعمدوا انهم يستخرجوها من الارض وتبخروا بها. وحتى الناس ديال الجنوب اللي هي المنطقه ديالي، انا غنتكلم على المنطقه ديالي بان لي زوريجين ديالي من الجنوب، الوغ تستخدموها بزاف سورتو في المناسبات، في الطهاره، في عند النفيسه، وتبخروا بها ميم الملابس ديال الوليدات الصغار. وهذا الشيء ما جاش صدفه. الناس اللي غيسولوا غيقولوا علاش تيبخروا بها النفيسه وعلاش تيبخروا بها الحويجات، اش دخل الحويجات في هذه الهضره؟ حيت الحويجات ديال الدراري الصغار تيبخروهم باش البيبي ما تيشمش. حنا تنقولوا في العروبيه تنقولوا الولد الشم، دونك تنبخروا بها باش ما تيشمش لينا لو بيبي، والنفيسه ديالنا تتعطيها واحد الطاقه ايجابيه اللي غزاله بزاف. وصراحه هي غلات مؤخرا. علاش؟ حيت حنا كيف ما تتعرفوا هي تتنوض في الطبيعه، يعني ديال الله، ماشي تنزرعوها ولا شي حاجه. وحنا تبارك الله المغاربه معروفين ملي تكون شي حاجه فابور ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك. الوغ تناخذوها يعني ماشي افيك موديراسيون، يعني ما كاين غير كيل وبيع كيل وبيع. وحنا بزاف اللي تيسولوا تيقول لك زعما علاش الثمن ديالها غالي بزاف. حيت سورتو المسقيه، حيت المسقيه فيها الخدمه، وهذا الشيء الناس فاسا راه غادي يعرفوه، يعرفوا بان راه صرغينه عندها بزاف ديال الطقوس وبزاف ديال الاجراءات باش توصلكم نتومايا. راه ماشي اي حاجه تنديروها يعني راه صافي حيت تنوجدوها وتنعطيوها لكم واجده موجوده راها رخيصه. لا، خصكم تعرفوا بقيمه الحاجه، سورتو الحاجه بحال هكا اللي تكون ربانيه اللي ما دخلش فيها اليد البشريه. كيف ما قلت لكم هي تتنوض في الطبيعه وتيجنيوها الناس، يعني تيجنيوها وتدخلوها تيشدوها تيكرموها بعدا، حيت كيف ما تتعرفوا من تستخرج من الارض يعني تتكون فازقه، حيت جذوره
نوضع اللصاق. تيشدوها العيالات تبارك الله، العيالات الحادقات تيشدوها تيكرموها تينشفوها، ابخي تيسقيوها. من تيسقيوها تتعطي واحد الرائحه اللي جميله بزاف. ومن تما جات الفكره ان من زمان راه قديم هذا الشيء اللي تنقول لكم، بقاو ان الناس تيداولوها من البنت ديالها ومن البنت الحفايده وغاده في اي مناسبه تتكون عندنا صرغينه، تتكون عندنا رائحه زوينه. وحتى الناس في فاسا معروفين بواحد القضيه اخرى، ماشي غير في فاسا مي اون جينيرال باسكو هي الي كوني في لي زونفيرون دو فاس اكثر، حيت عارفين القيمه ديالها تو سامبلومون. من تيدخلوا رجاله من العمل زمان، هادشي تنقول لكم السيده اللي قالت هاد الهضره تيقول لها فلانه، تعيط على مرته تيقول لها فين هي سر الغنى، يعني صرغينه. حنا درنا لها لابغيفياسيون واش معناها وقلنا صرغينه، ما هي سر الغنى، حيت زعما الدار اللي فيها صرغينه وتكون مطلوقه فيها صرغينه تكون فيها النشاط، تكون فيها البهجه وما تتكونش الطاقه السلبيه. عليكم بصرغينه، خليت لكم الراحه. وكانت هذه هي الكميمسات ديالنا ديال صرغينه. ومره شريوها نتومايا وبخروا بها، علاش لا. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.